السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض ان شاء الله الفتة المصرية على اصولها بطريقة حلوة جدا. واول حاجة كده هبتدي بيها هي اللحمة. هحط حلة على النار فاضية ما فيهاش اي حاجة وانزل باللحمة واديها كده تشويحة حلوة قبل ما احط عليها توابل ولا اي حاجة، لحد بس ما لونها كده بتغير معانا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هنزل عليها بالتوابل اللي هي ايه، كمون، كزبرة، فلفل اسمر، ورق لورا، حبهان. بس محطش اي حاجة غير كده. اديها بقى تقليبة مع بعضها كده كويس. ما تكتريش توابل قوي على اللحمة يعني، ولا تكتري الكمية ولا الانواع، هو كده كفاية قوي. بعد كده بقى هنزل عليها بطماطمايه وبصلايه وفصين توم وبس كده. اللحمة في ناس كتير بتعملها من غير توم، بس جربي ان انت تحطي عليها فصين بس توم وما تدقهمش، يعني ممكن تحطيهم سلام او تقسمي الفص اتنين كده، بيديها طعم تحفة تحفة يعني، بيفرق جدا. تمام كده، جربوا بقى طريقتي في اللحمة كده هتعجبكم اوي ان شاء الله. بعد ما ضفت بقى الطماطم والبصل والثوم هسيبها بقى تتشوح. وده بقى كان عيش بلدي عادي من بتاع الفرن، هجيبه كده واقطعه كده مكعبات بالمقص بالشكل ده كده. تقدري ان انت تحمصيه سليم وتكسريه بس كده عشان يعني يديكي تعرفي تتحكمي في شكله، ان انت تقطعيه بالشكل اللي انت عاوزاه. حطيت بقى الصينيه فيها معلقه سمنه ونزلت بالعيش وركنته على جنب، وهقول لكم هعمل فيه ايه. جبت حله بقى كده صغيره، حطيت فيها مكعب زبده ومعلقه سمنه، وينفع طبعا سمنه بلدي بتبقى طعمها تحفه، بس انا ما عنديش فاستخدمت زبده فرن. وبعد كده اما ابتدت تسخن كده شويه نزلت بمعلقه توم كبيره كده مفروم. تمام كده، هديله بقى تشويحه حلوه كده اهو. طبعا ما استنيتش اما الزبده تسيح خالص عشان ما تتحرقش. فاول ما يبتدي ان هو يتحمر كده معايا هسيبه يعني ياخد تشويحه لحد ما ياخد لون ذهبي. بس الاول كده هضيف للحمه الملح بتاعها. طبعا ما حطيتش عليها ملح خالص، وزودت معاها جزرايه، كنت بحسب ما فيش جزر فلما لقيت قطعت كده جزرايه وحطيتها مع اللحمه. كانت داخله على سوا بقى فزودت الملح وسبتها تكمل سوا. وهنا بقى على التوم نزلت بشويه خل كده حلوين. وحطيت فلفل اسمر، كمون، كزبره. وبعد كده هتخليها تاخد غلوه بس مع بعض، واجيب العيش قطعت عليه مكعب زبده، وهنزل بقى بالخلطه الحلوه دي اللي هي توم وخل وزبده برضو على العيش، وادخله الفرن يتحمص كويس كده. بعد كده هنزل على التوم بتاعي بالطماطم واسيبها تتسبك. كنت بوريكم كده الزبده اللي انا استخدمتها زبده فر. كان العيش بقى اتحمص وجيت عملت شويه رز ابيض بس النور قطع فما عرفتش اصور معاكم. عملته زي ما بنعمله عادي، شويه زيت على معلقه سمنه، شوحت الرز ونزلت عليه بميه مغليه، زودته الملح وسبته بقى لما غلي كده واتشرب الميه وطيت عليه النار. ماشي. بعد كده جبت العيش بقى اللي انا حمصته ده وفردته كده في الطبق التقديم. وفي الخطوة دي كنت بروح رش عليه صلصة من بتاعة الفتة. بس هنا عشان انا حمصته اصلا بالدقة اللي هي توم وخل والحاجات الحلوة دي. فاستكفيت بقى بكده، والعيش ما بقاش ناشف ولا حاجة. اول ما بتضيف عليه الرز وهو سخن كده بيخلي العيش يطرى معاكي شوية، لان احنا ما بنحبش العيش يكون طري كده وملتوت، يعني في ناس بتحب العيش طري قوي. فبيحطوا عليه شوربة، احنا بقى منحبش كده. فده حسب الرغبة زي ما انت عايزة. ضفت بقى الرز وهو سخن وعليه الصلصة وشوية عيش كده من على الوش للتزيين. حمرت بقى اللحمة في معلقة سمنة كده حلوة وحطيتها على وش الفتة. جربي طريقتي بقى في الفتة هتاكلي ان شاء الله احلى فتة، هتعجبك جدا. وطبعا سايبة لحمة مسلوقة كده في الشوربة. بصوا شكل الفتة، انا عمالة احاول ان انا اقرب من الطبق وابعد عن الطبق واغير الاضاءة وكده عشان
يعني تطلع بشكلها اللي انا شايفاه على الطبيعة. شكلها في الحقيقة احلى بكتير قوي من التصوير. فكنت مستغربة بصراحة، عمالة امسح الكاميرا وارجع اصور تاني، فما كنتش فاهمة العيب في ايه. حاسة ان الطبق شكله احلى من التصوير. بصوا ما شاء الله، والله كانت طعمها تحفة تحفة. وطبعا اللي حابب العيش يبقى طري شوية عن كده زي ما قلت لكم، ويحط بقى شوربة، يحط صلصة زي ما انتوا حابين. انا اول مرة اعملها كده، ان انا ما احطش عليها صلصة خالص. بس طلعت حلوة قوي، عجبت جوزي وعجبت الولاد خالص، طلعت جميلة يعني الحمد لله. بألف هنا وشفا ليهم. ابتديت بقى ان انا اغرف كده اللحمة اللي هي في شوربة، وعملت بقى شوية سلطة خضراء. النهارده كان يوم جمعة يا جماعة، وجوزي بقى حب ان انا ايه، يعني نعمل زي ايام زمان زي ما كان بابا عايش الله يرحمه. قال لي عايزك النهارده ما تحضريش فطار، وهنروح نصلي الجمعة ونيجي نلاقي الغدا جاهز وناكل على طول زي ايام ابوك الله يرحمه. كنا دايما بنعمل كده. كان قليل قوي لما عند بابا يحضروا فطار ويفطروا، كانوا بيجهزوا غدا ويتغدوا على طول بعد الصلاة. فهو كان حابب كده جوزي، فحبيت ان انا اعمل لهم كده النهارده ونستعيد بقى ذكريات زمان. ربنا يرحم بابا يا رب، ويطول في عمر ماما ويديها الصحة. وكمان حطينا الصينية الألمونيوم بقى بتاعت زمان الكبيرة دي، عشان نحس بقى ايه نستعيد بقى الذكريات اللي هي القديمة الجميلة قوي دي. أتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وتشجعوني بكومنت حلو. واللي حابب يشترك عندي في القناة يتفضل. واللي مش حابب برضو براحته. وقولوا بقى رأيكم بقى في الفيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.